بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك طبعا للزمالك. يمكن 50% أو يمكن أكتر من 50% خلاص وصل للدور نصف النهائي. النهارده فاز على فيوتشر 2-0، ضربتين ثابتتين، ضربة ركنية. أحرز الهدف الأولاني طبعا حمزة المسلوسي من الضربة الركنية اللي لعبها أحمد سيد زيزو، والجون الثاني أحرزه أحمد سيد زيزو برضك في من ضربة جزاء. طبعا الشوط الاولاني غير الشوط الثاني خالص، جوميز في الشوط الاولاني غير الشوط الثاني، جوميز في الشوط الثاني وش ثاني خالص نهائي. مظبط الدنيا، التغييرات اللي عملها دي قلبت المباراه، خصوصا تغيير زيزو انا بعتبره هو الزمالك. زيزو اللي عايز يتباع، اللي هم بيقولوا هنبيعه، لا ده زيزو لو اتباع تبقى مشكله جدا، مش هيبقى فيه زمالك خالص، هيبقى فيه مشكله كبيره هيواجهها فريق نادي الزمالك. الشوط الاولاني محدش راضي عنه، حتى جوميز نفسه في المؤتمر الصحفي قال لك انا مش راضي عن الاداء، مش عاجبني الاداء في الشوط الاولاني، وكانت فيه اخطاء، وطلع اتكلم مع لعيبه بشده جدا ما بين الشوطين، لان هو نفسه يعني هو مش عاجبه، ولكن هو السبب في اعتقد في الاداء ده، لان هو لاعب التشكيل اللي لعب بيه لعيبه كتيره شبه بعضيها، شيكابالا شبه اوباما شبه احمد حمدي شبه يعني الناس كلها. اللعيبه اللي جوه الملعب هتلاقي كل واحد، هتلاقي ثلاثه بيقوموا بدور واحد. لكن لما عمل بقى التغييرات اللي عملها بقى، نزل محمد شحاته ونزل سامسون، الدنيا اتغيرت شويه. بقى في عندنا دونجا، وبقى جنبه محمد شحاته ما شاء الله عليه، حاجه هايله جدا. مش عارف محمد شحاته ده بيقعد ازاي، يعني محمد شحاته بيقعد زي سيف الجزيري اللي بيمتلك خبره كبيره. سيف الجزيري ده من وجهه نظري ده بتاع الماتشات الافريقيه، بتاع الماتشات الافريقيه الثقيله الكبيره، اللي يقدر يغير المباراه، ونزل انه يتحرك كويس، بيقدر يتحرك، ما بيوقفش في منطقه ال 18، لا ده هو بيتحرك في كل حته، وقدر ان هو يجيب ضربه جزاء اللي احرز منها. يعني جاب ضربه جزاء اعتبرها من الهوا. احمد حمدي النهارده ظهر برضه بمستوى كويس. احمد حمدي يمكن خامه كويسه جدا، وانا بعتبر ان احمد حمدي النهارده مكسب كبير جدا، زي محمد شحاته اللي لازم يكون اساسي. لما يتحط جنب دونجا بيبقى خلاص خط الوسط بتملكه، بتريح خط الدفاع. غير الشوط الاولاني الدنيا كانت فاضيه خالص، خط الوسط كان فاضي، دونجا كان عليه حمل كبير جدا، كان هو اللي شغال لوحده، هو اللي طالع قدام وطالع ورا وعمال يساعد. وطبعا اللعيبه عندنا كل لعيب في الشوط الاولاني مستني الكوره تجيله لحد عنده، مفيش حتى تحركات بدون كوره. شيكابالا مستني الكوره، مصطفى شلبي مستني الكوره، اوباما مستني الكوره. فعلا جوميز وش تاني خالص في الشوط الثاني. يا ريت بقى هو يشوف الاخطاء اللي هي حصلت دي، ويا ريت يتعلم منها، لان لو مشي بالطريقه بتاع الشوط الاولاني دي لا الزمالك في خطر. زيزو لا، زيزو ده زيزو حاجه ثانيه، ده زيزو ده لازم الزمالك مجلس الاداره يمسك زيزو بايده واسنانه، لان زيزو نزل حرك الملعب كله، ظهرت الخطوره الهجوميه، قدر يعني يهد التكتلات الدفاعيه اللي كان عاملها نادي فيوتشر. حراسه المرمى لا، عندنا ازمه في حراسه المرمى، ازمه. ما أنا يا جماعه ما ننكرش، ما نكذبش على نفسنا، عندنا ازمه في حراسه المرمى، سواء محمد عواد او محمد صبحي. لابد ان يكون في حارس مرمى ثالث، حارس مرمى قوي، لازم يتم التعاقد مع حارس مرمى. الجول الاولاني اعتقد ان بنسبه 60% محمد عواد مسؤول عنه، لانه في الزاويه اللي هو كان موجود فيها، لو كان طلع شويه خطوتين كان ممكن ان هو قدر يصد الكرة، وبيخاف يطلع في الكور العاليه كتير. في ازمه في حراسه المرمى، في ازمه في مدرب حراسه المرمى. مدرب حراسه المرمى اعتقد ان هو ما ضافش حاجه. المدرب ده هنتكلم عنه بعد كده في فيديو تاني، لان في مشاكل كتير قوي بالنسبه لمدرب حراس المرمى اللي بيتولى المسؤوليه حاليا بعد الاطاحه بمحمد عبد المنصف، اللي تعرض لحمله شرسه جدا، وقدروا ان هم مجلس الاداره استجاب للحمله دي ومشى محمد عبد المنصف ظلما وبهتانا. اوباما راح المستشفى، اوباما هيعمل عمليه في الفك بتاعه اتكسر، هيعترض هيعمل له عمليه، موجود في المستشفى لحد دلوقتي، عشان هتتخيط الفك بتاعه اللي اتكسر، او حصل كسر في الفك من التصادم اللي حصل، وفي سنه اتكسرت اعتقد، فيتعمل له كده، ممكن يعمل عمليه، ولحد دلوقتي موجود في المستشفى، ممكن يبات في المستشفى النهارده ويمشي الصبح. يعني هتبقى عمليه صغيره، ولكن هتبقى طبعا هو صعب ممكن يلحق المباراه الجايه، لان هيبقى صعب عليه جدا طبعا اتعرض لاصابه النهارده. طبعا الحكم المغربي قدر ان هو طبعا يأيد المباراه بالانذارات الكتيره اللي هو عملها. يمكن حوالي 5 انذارات للعيبه الزمالك، وانذار واحد بس لنادي فيوتشر، وما كانش وحش الحكم، والحكم كان واثق من نفسه جدا، بدليل ان هو ما كان بيرفض ان هو يرجع الفار، سواء في الكره بتاع احمد فتوح اللي وقع فيها، او سواء في ضربه الجزاء اللي هو حسبها لنادي الزمالك. حكم كان جيد، يعني انا من وجهه نظري يعني ما كانش وحش رغم الاعتراضات الموجوده بين الزمالك وفيوتشر. في لعيبه يا جماعه لازم، يعني انا شايف ان يعني شيكابالا طبعا نجم كبير جدا، ونجم طبعا محبوب الجماهير وكل حاجه، ولكن انا شايف ان شيكابالا ينزل في توقيت معين، لازم ينزل في توقيت معين، في ثلث ساعه الاخيره، في نص ساعه الاخيره يقدر يغير مباراه. لكن شيكابالا ينزل من الاول، ويكون اللعيبه اللي قدامه لسه بحالتها ولسه بصحتها ولسه بمجهودها، هيبقى صعب جدا 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 ان شيكابالا يقدر يدي. شيكابالا لما ينزل
في تلت ساعه الاخيره او نص ساعه الاخيره هيفرق كتير جدا 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 مع نادي الزمالك. لكن ينزل من بدايه المباراه لا، انا بتمنى ان التشكيل اللي لعب بيه ان محمد شحاته يتثبت جنب دونجا. خلاص سيف الجزيري في الماتشات المهمه لازم يكون راس حربه اساسي، مصطفى شلبي، احمد حمدي، حسام عبد المجيد لازم يراجع نفسه شويه. حسام عبد المجيد اخطاءه بقت كتيره جدا جدا، ويمكن يعني التمركز بتاعه ما بيكونش سليم في اوقات كتيره، وده بيتسبب في اهداف في نادي الزمالك. عمر جابر ما شاء الله عليه، عمر جابر محافظ على مستواه وعلى ثبات مستواه في الفتره الاخيره. انا يمكن بشيد بعمر جابر. عمر جابر كابتن الفريق اخلاقا ولعبا وحاجه جميله جدا. جمهور الزمالك طبعا كان له دور كبير جدا النهارده في تشجيع الفريق، وكان ليه دور في الفوز اللي اتحقق. لكن 2-1 ضربتين ثابتين برضك تقلق برضك تخوف، برضك في خوف، يعني خوف من المباراه. الموضوع سهل، الموضوع ان انت لو تعادلت باي نتيجه هتوصل. لو حتى هزمت 1-0 هتوصل. طبعا المباراه الجايه هتبقى مباراه الزمالك، مباراه فروشر وجون بجونين، ولكن لازم جوميز يراجع نفسه. عايزين الوش الثاني بتاع جوميز، محتاجين الوش الثاني بتاع الشوط الثاني بتاع جوميز، مش محتاجين الوش بتاع الشوط الاولاني. جوميز وش ثاني، الوش الثاني مش فرز ثاني بقى، هو وش ثاني، وش ثاني هيكون افضل بكتير جدا جدا جدا. نتمنى التوفيق للزمالك في المباراه القادمه، هتكون يوم الاحد القادم باستاد القاهره، هيحضرها 30,000 متفرج، هيكون لهم دور كبير جدا في تاهل الزمالك للدور نصف النهائي. وشكرا والف مبروك للزمالك.